بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه في قديم الزمان وسالف العصر والأوان كان في بنت اسمها مرجانة. بنت غلبانة بس عقلها دايما صاحي، وفي قلبها مفتاح لكل باب مغلق. مرجانة كانت شغالة في بيت تاجر غني، بيت فيه خدم، ذهب وأسرار. لكن أغرب حاجة فيه كانت أوضة صغيرة دايما مقفولة، مفتاحها كان مع التاجر، وبيوصي محدش يقرب من الباب ولا يفتحه مهما حصل. وكل اللي اشتغلوا في البيت كانوا بيسألوا نفس السؤال: هو ايه ورا الباب؟ لكن مرجانة كانت دايما ساكتة، لحد ما جه يوم وقع المفتاح في ايدها. الفضول خبط على باب العقل، لكن مش دايما يستأذن. مرجانة وقفت قدام الباب وقلبها بيخبط، بس عقلها قال لها لو فتحتي مش هتعرفي تقفليه تاني. وفعلا ما فتحتش، وما كانتش خايفة، كانت فاهمة. بعد أيام اتضح إن الباب ده كان مصيدة، وكل اللي دخلوه اتفضحوا واتطردوا وخسروا كل حاجة. أصلي مش كل باب مقفول لازم نفتحه، ومش كل سر يستاهل نعرفه. اللي بيستر نفسه بيعيش في أمان، واللي بيحترم حدود غيره بيحافظ على نفسه. ومن يومها مرجانة بقت مش خدامة، دي بقيت ست الدار. الكل بيستأمنها وبيسمع كلامها، والباب فضل مقفول بقى في إيد واحدة بتعرف إمتى تفتحه وإمتى لأ.